السلام عليكم. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا خلصت الورديه بتاعتي المسائيه، والحمد لله برضو زي نظام امبارح كده مبلغ عجزته. يعني الحمد لله برضو، ما مش مهم نقول ما علينا، يعني الايه الحمد لله. 18 جنيه فاللي هو مبلغ برضو عبيط ولا يذكر. تمام. فالحمد لله والشكر لله. طبعا خلصنا الورديه ومروحين على البيت. فالحمد لله والشكر لله خلصنا ورديتنا على خير ومروحين. طب انا عاوز اقول لكم بقى على موقف حصل امبارح غريب جدا جدا، وده بيدل ان عدد الرجاله قليل جدا 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 جدا. والله العظيم زي ما بقول لكم كده، عدد الرجاله بقى قليل جدا، والرجاله بقى ما بقتش رجاله. ما بقاش الدم اللي بيجري في عروقها ده دم سخن، بقى عبارة عن دم بارد جدا 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 جدا. انها تيجي للعرض او الشرف او الكلام ده كله، يعني بصراحة انا عن نفسي مرضهاش خالص خالص خالص، لا لنفسي ولا لغيري ولا لحد من قرايبي ولا الكلام ده كله. اللي حصل امبارح بقى كالآتي يا شباب: ان واحدة جات تقطع تذكرتين هي وجوزها. طبعا كانت عمالة تهزر وهق ومق وبتاع ومش عارف ايه. عايز اقول لكم ان الراجل واقف ورا منها شايل العيل. يعني حته معلش، سيبك من انها تهزر، سيبك من انها تهزر، حته انها هي تيجي وتيجي تفتح مجال للهزار، نقول ماشي ما علينا. بس كده، بس بقى يا شباب. فيعني حته ان انت معلش تخلي مراتك انها هي اللي تقطع تذاكر، دي بقى غلط، دي غلط. يعني مثلا انا معايا خطيبتي، مثلا معايا مراتي، ايا كان مين معايا اختي، اخليها تروح هي اللي تقطع. تمام. وانا بقى واقف ورا، سيبك من اي حاجه بقى. لا دي حضرته وهو شايل العيل زي الباشا كده، وهي اللي ايه بتقطع، ويا ريت بتقطع باحترام، لا دي جايه بتهزر. دلوقتي بقت الرجاله ملهاش اي 30 لازمه. دلوقتي الرجاله ملهاش اي 30 لازمه. اه والله بجد، بقت الحريم هي اللي راكبه. معنى صح. مش فاهم، والله ما فاهم بجد، احنا رايحين فين؟ يعني احنا رايحين فين في اللي احنا بنعمله ده؟ ما اعرفش. ما بقاش فيه يا جدعان والله العظيم، يعني نخوه. ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ انا اشمئزيت. انا الموضوع ما يخصنيش، يعني انا الموضوع ما يخصنيش ولا يلزمني بثلاث تعريفه. بس ازاي؟ ازاي كده؟ يعني ازاي افهم؟ يعني ازاي الكلام ده؟ ازاي ان واحد لما اغضب في كلمه يخلي مراته هي اللي تقطع تذاكر وهو شايل العيل؟ والله العظيم بجد، يعني بقت قله كرامه، بقت قله دين. طب الحريم دي معلش احنا اللي بنسوقها مش هي اللي بتسوقنا. انت عايز توصل، انت عايزين توصلوا لحد فين؟ يعني كان في كذا حد يجيني مثلا، بتبقى مثلا الست هي اللي بتقطع تذاكر والراجل واقف ورا. ماشي، نقول ماشي نعديها، مع ان هو المفروض غلط. المفروض غلط. المفروض الراجل هو اللي بيقطع، الست بتبقى ورا منه، لان هو الراجل هو رئيس المركب. الراجل هو اللي سايق الدنيا، الراجل هو اللي بيصرف، الراجل هو اللي بينفق على الست. مش الست اللي بتنفق على الراجل. مش يبقى الراجل هو اللي بيتعب في الفلوس والست هي اللي بتتعامل بقى وهي اللي ماشيه الدنيا وهي اللي راكبه بمعنى صح؟ ازاي يعني؟ ده ربنا اللي قال كده: الرجال قوامون على النساء. دلوقتي بقت سبحان الله، بقت الايه مقلوبه ولا ايه؟ مش فاهمين. بقت النساء هي اللي قوامون على الرجال. يعني ازاي؟ مش فاهم. طب حتى يا عم، يعني ماشي نقول ما عندكش كرامه مثلا، طب ما عندكش نخوه؟ ما عندكش نخوه؟ ما بتغيرش عليها؟ ما بتغيرش عليها؟ دي مراتك يا اخي. لو مش شايلاك العيل، ومش شايلاك العيل، مش شايلاك العيل وانت اللي بتقطع وهي اللي بتقطع يا ربي، فليه؟ ليه يعني ما بقاش في نخوه يا جدعان؟ والله العظيم ثلاثه انا اشمئزيت والله امبارح، وبتهزر معايا وبتاع مش عارف الحوار ده على فكره اتكرر معايا. يعني الحوار ده اتكرر
كان قبل كده في دار السلام، ودلوقتي بقى في محطه المترو المعصره. فالعينات دي في منها كتير. والله العظيم حاجه بصراحه قله ادب، حاجه قله ادب بجد. فوالله العظيم بجد حاجه الواحد بيشمئز منها بطريقه ما اقدرش اوصفها لكم. الواحد بيشمئز من الحاجات دي بطريقه والله العظيم بجد. يعني اللي هو ازاي؟ طب هو جاي له قلب ازاي؟ يعني هو جاي له عنده، يعني مش فاهم. هو راضي على نفسه بكده؟ فحاجه بصراحه يعني والله العظيم انا زعلت جدا. زعلت من المجتمع اللي احنا عايشين فيه دوت. مجتمع يعني بقت كل حاجه مباحه، كل حاجه متاحه عادي. ممكن الواحد يكون متجوزه وبتهزر مع حد غيره وهو بعلمه وهو واقف ولا حياه ما تنادي، ولا كان في حاجه بتحصل، ولا كان في اي حاجه بتجرى. طب اللي هو ازاي؟ يعني انت جاي لك، يعني مش عارف. بقيت اسال نفسي امبارح وانا قاعد على الشباك، طب هي ما عندهاش دم ومش مراعيه ان هي متجوزه وست متجوزه ومخلفه. طب وانت فين دورك؟ انت فين دورك يا جوز الست؟ انت فين دورك؟ انا مش فاهم. انت بترضيها بكده مثلا، ولا انت كده مثلا؟ معلش سوري في اللفظ، مش عاوز اقول كلمه مش حلوه. يعني اللي هو ازاي؟ يعني اللي هو ازاي انت راضي على نفسك بكده؟ والله العظيم بجد. يعني بقيت بقى عمال اسال نفسي كده شويه اسئله. طب ايه اللي وصل الدنيا للدرجه دي؟ يعني ايه اللي وصل الرجاله انها تبقى كده؟ ان الراجل واقف ورا منها شايل العيل، يعني مش شايله العيل كمان، وهي رايحه تقطع وهي رايحه بتهزر. هي مثلا بتصرف عليك؟ ما احنا عاوزين نعرف برضو. ما احنا برضو عاوزين نعرف الموضوع وصل لحد، يعني الموضوع وصل لكده ازاي؟ ازاي يعني؟ انت جاي لك نفس وجاي لك قلب وجاي لك يعني ان انت اللي هو عادي، تمام، وخدت التذكره وتمام التمام ومشيت واديتها له. بس في حاجه هنا عاوز اقول لكم عليها، خدت بالي منها حصلت. هي بقى هقول لكم عليها. الحاجه بقى اللي حصلت ان هي اديته التذكره تمام ومشيت قدام منه. دايما تعرفوها كده، ثق تماما مدام الست او البنت اذا كانت مخطوبه مثلا، او الست اذا كانت متجوزه، تمام، ادت جوزها او ادت خطيبها التذكره ومشيت قدام منه وسبقته، يبقى دي كده معلش هي اللي سايقاه. هي اللي سايقه وهي اللي مظبطه وهي اللي حاكمه عليه وهي اللي كلمتها ماشيه، وهي هي. الا اذا بقى ممكن ايه، حد مثلا بيقطع تذكره وبيديها مثلا لخطيبته او لمراته، تبص تلاقي مراته راحت شابكه ايديها في ايديه وهو ماشي، وقعدوا مع بعضيهم وماسكه فيه، تحس انها ماسكه فيه خايفه ان هو يجري منها، حاجه زي كده. دي بقى بتحبه وعامله له احترام، الاتنين بيحبوا بعض، الاتنين متفاهمين. هو راجل حمش معاها، هو راجل بمعنى الكلمه، بيغير عليها. آم، كل حاجه حلوه عاوز تقولها قولها. فاهم انت ازاي؟ ففي حاجات زي كده بتحصل برضو قدام مني، والله زي ما بقول لكم. انما لو اديته تذكره ومشيت هي قدام منه، سبقته بمعنى صح، تلاقي ده ملوش شخصيه، او هي مش حباه، او هي مش عايزاه، او ملوش شخصيه. مش شرط تكون هي مش عايزاه او مش بتحبه، وممكن يكون هو ملوش شخصيه. ممكن هو يكون ملوش شخصيه، عادي، سهله وبسيطه يعني. ف فاعرفوا كده ان لو في واحده مش بتحب واحد، بيبقى في علامات والله بتبقى ظاهره، في علامات بتبقى ظاهره. ما في مش اصل احنا مش عبط، او احنا مثلا ولاد النهارده او الكلام ده كله، لا احنا فاهمين وداركين الدنيا دي ماشيه ازاي. وانا عن نفسي واحد من الناس، انا حفظت البشر وحفظت دماغ البشر، اه والله بجد. انما لو انت راجل وحمش وتمام التمام، وهي عامله لك اعتبار وعامله لك قيمه والكلام ده كله، هي هتديك التذكره. ده لو هي اللي قطعه مثلا، نقول هي او هو، بتروح ماسكه في دراعه، تمام، وماشيه معاه. انما لو هي كرفاه بمعنى صح، بتبص تلاقي ايه، اديته التذكره في ايده وهي سبقت. هي سبقت وراحت داخله وراحت ماشيه وهو ورا منها. احنا بنسميها عندنا في الصعيد دندوف بمعنى اصح يعني، والله بجد. فمش عارفين بصراحه الدنيا واخدانا لحد فين، الدنيا توصل لحد فين. كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: الماسك على دينه كماسك على جمره من النار. وربنا يسترها علينا وعليكم يا رب. طبعا هنركب بقى المترو المكيف اللي جاي الكوري. ما تنسوش يا شباب اللايكات، بالله عليكم اللايكات.
وتشترك في القناه لو انت اول مره تخش الفيديو، وتفعل زر الجرس على الكل عشان يجيلك كل جديد. هناخد طبعا، هنركب بقى المترو بقى المكيف ده ونروح ننام لاننا سهرانين من بالليل وتعبانين جدا جدا. وفي نهايه الفيديو اقول لكم السلام عليكم.